اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بإذن الله معانا عزومة حلوة قوي، فهنعمل النهارده الأكل بطريقة حلوة، وهنعمل كمان صينية الفراخ مشوية في الفرن بطريقة جميلة جدا وتتبيلة عسل. هتحبوها قوي قوي قوي. تابعوا معايا الفيديو عشان تشوفوا تتبيلة الفراخ اللي هي عجبتني أنا شخصيا. اول مره اعملها بالطريقه دي، بس بجد كانت حلوه جدا جدا. اول حاجه، عندي هنا طماطم مكعبات، اي كميه انت حباها. انا حطيت هنا 4 طماطمات كبار مكعبات، وبصلتين كبار برضو مقطعاهم مكعبات كده او تقطعيهم حلقات براحتك، ومعلقه سكر صغيره، ومعلقه توم صغيره، وكمون، فلفل اسمر، ملح، بهارات فراخ. تمام. وكمان هحط مكعب ما مرقة. تمام. بس لسه دلوقتي حطيت بابريكا مدخنة، بجيبها من عند العطار، بتبقى حلوة جدا في التتبيلات الشوي والتتبيلات عموما اللي بتدخل الفرن، سواء في اللحوم، في الفراخ، في الكفتة، في اي حاجة. هنا حطيت مكعب مرقة كده ماجي دجاج، وحطيت كمان كيس صلصة او معلقة صلصة كبيرة. لو انت عندك برطمانات حطي معلقة صلصة كبيرة او معلقتين براحتك، بس انا عشان خاطر انا حطيت معلقه واحده وكان اللون حلو قوي. وهنا حطيت بتاع معلقتين كبار زيت، ومعلقتين زيهم كبار خل. بس كده. دي مقاديرنا سهله جدا 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 وبسيطه وحلوه قوي. طبعا غسلت ايدي كويس قوي، وبعد كده قلبتهم كويس جدا بايدي كده، خلطت كل المكونات مع بعض حلوه قوي. وبعد كده بقى بتكون عندك براحتك، عندك فرخه كامله، عندك مقطعاها زي ما انا مقطعاها، انا بنتهيألي دي فرخة ونص، وكان عندي شوية دبابيس تمام وجناحة وكده، فحطيتهم برضو في التتبيلة دي، وكان طعمهم روعة، والله العظيم كان طعمهم حلو جدا. هنا برضو نسيت اضيف، هضيف عسل نحل، هضيف بتاع معلقة كبيرة من عسل نحل. عسل النحل بيدي طعم حلو جدا، مش بيحلون الحاجة ولكن بيدي طعم مميز. وكمان اللهم صل على النبي، بيدي كمان لون حلو جدا للفراخ وهي بتتحمر. تمام. فانا دلوقتي هحط معلقه كبيره من عسل النحل. طبعا انا حطيت معلقه كبيره عشان خاطر الصينيه بتاعتي كبيره والفراخ كتيره بسم الله ما شاء الله. فانت على حسب، لو عندك كميه فراخ قليله مثلا وركين او الكلام ده بس، لا حطي معلقه صغيره بس عسل نحل. ولكن العسل النحل مفيد، يعني مش هيحصل حاجه ومش هيغير طعم الحاجه، بالعكس هيخليها طعمها حلو مقبول جدا. حطيت هنا معلقه العسل. وبقى هجيب الفراخ بتاعتي زي ما قلت لكم، انا مقطعاها صغير، يفضل انت تقطعيها صغير، لان الصدر مثلا لو كبير قوي معاكي قطعيه لاتنين. انا الصدر كان كبير فقطعته لاتنين. كان عندي شويه جناحه وشويه كمان دبابيس، وعندي فرخه كامله قطعتها. آه، فبسم الله ما شاء الله الريحه كانت حلوه جدا. هو الدبوس مقطعاه اتنين، الوراك مقطعه الدبوس لوحديها والورك لوحديه. بصراحه حاجه حلوه جدا. الريحه اصلا وهي نيه كده، ريحه التتبيله تجنن بصراحه، كانت قلب البيت بصراحه وهي لسه ما دخلتش الفرن. طبعا انا هدخلها فرن غاز، بهدي النار من فوق خالص، ممكن ما تشغليش النار من فوق دلوقتي، وخلي النار من تحت وسط. ما بحطش اي نقطه ميه ولا سوائل نهائي نهائي، كل ده هيستوي مع بعض بدون اي نقطه ميه. هو هينزل ميته، هيستوي طماطم، وهتعمل كمان تتبيله حلوه جدا تحت الفراخ، ممكن تاكليها بالعيش كده مع الرز، بيبقى طعمها احلى كمان من الفراخ، بيبقى طعمها حلو قوي. الخلطه اللي احنا عاملينها، البصل والثوم والطماطم والتوابل وكل حاجه الحاجات دي. ف كان في هنا قطع من الماجي كده. خلاص انا يعتبر خلصت صينيه الفراخ بتاعتي. هرش رشه زيت كده على الوش، ويفضل يعني ان انتي تغطيها بورق ألمونيوم. انا طبعا الحروف بتاعه الصينيه دي جه عليها صلصه كده، فابتديت امسحها بحاجه نظيفه. وخلاص كده. طبعا مولعه الفرن زي ما قلت لكم يسخن قبليها. لو فرن كهربائي عادي خليه على درجه حراره 220 او 200، ودخليه في الرف الوسطاني، وغطيها برده بورق ألمونيوم عشان خاطر البخار يسويها، لان انت مش حاطه سوائل خالص. تمام. تنزل ميتها كده وتستوي في البخار بتاع الحراره بتاعه الفرن. تمام. اخدت معايا، بتاخد معاكي ممكن ساعه
وبتبقى كويسه جدا مستويه. وبتشيلي بقى ورق الالومنيوم وتخليها تحت الشوايه، بتاخد لون حلو قوي، وهوريها لكم لما تستوي في اخر الفيديو. يلا بينا نكمل بقى الوصفات بتاعه العزومه بتاعتنا، سهله وبسيطه وجميله جدا. تمام. وقولوا لي برضو كان ممكن اضيف ايه في العزومه وما ضفتهوش. انا طبعا عملت الحلو برضو النهارده، كنافه، بس طبعا مش هنزلها لكم في نفس الفيديو، هنزلها لكم في فيديو لوحدها عشان وقت الفيديو. يلا بينا نشوف احنا عملنا ايه تاني. هنا بقى جبت حله على النار كده، وحطيت معلقه سمنه محترمه، وحطيت شويه زيت، وهقلبهم كويس قوي لغايه ما السمنه تسيح والزيت يسخن كويس. وبعد كده بقى هضيف البصلايه بتاعتي، بصلايه فرماها كده في الكبه، وهقلبها كويس قوي لغايه لما تبتدي تاخد اللون الذهبي الفاتح. هضيف على طول باقي المكونات. تمام. اهو ابتدت ان هي تلون، ابتدت تلون اهي معايا، فخلاص هقلبها بقى برضو. النهارده ان شاء الله هنعمل طبيخ بسله بالجزر. في ناس طبعا بتحب تحط لها بطاطس مكعبات مع البسله بالجزر. انا النهارده بصراحه ما حطيتش آه، معاها بطاطس خالص، بصراحه حبيتها كده لوحديها. هنا حطيت معلقه توم صغيره كده، بعد ما البصله لونت كده وبقى لونها ذهبي، ضفت معلقه التوم الصغيره كده، كده ما بتاخدش وقت خالص، التوم بتدي طعم حلو قوي. بس بعد كده هضيف بقى مكعبين من المرقه، دي مرقه دجاج برضو. ضفت مكعبين كده بيخلوا طعم الطبيخ حلو قوي، عشان انا طبعا النهارده ما عنديش شوربه. لكن انا كان عندي شوربه في الفريزر، تمام، مكان اللحمه، فانا طلعتها عشان اعمل بيها الملوخيه. لكن ما عنديش شوربه تاني بصراحه، فابتديت ان انا استخدم المرقه النهارده زي ما انتوا شفتوا كده. خلاص كده هجيب بقى عصير الطماطم بتاعي، ضربته كويس قوي في الخلاط. ولو عندك كمان متفرز زي ما احنا فرزنا الطماطم، انا بستخدم عصير الطماطم في الخلاط ده لما بيكون عندي طماطم طريه كتير جدا في التلاجة من تحت وهتبوظ مني. ف يعني بستخدم بصراحه التاني، بستخدم الطماطم اللي في التلاجة بضربها في الخلاط. لكن لو انا عندي طماطم جامده، لا، بستخدم اللي في الفريزر اللي انا مفرزه. هنا هستنى بس الصلصه بتاعتي تغلي غلوتين كده، بعد كده هضيف لها البهارات، وهضيف لها كمان البسله والجزر. طبعا الجزر انا مقطعاه ومدياله نص سلقه الاول خالص، عشان الجزر بياخد وقت شويه. هنا حطيت بهارات مشكله، عشان انا حاطه طبعا مكعبين مرقه، فاكيد ملح الصلصه. فحطيت بهارات مشكله اللي انا بحطها في البرطمانات اللي قلت لكم عليها قبل كده. وهنا بقى هضيف الجزر وهضيف البسله. انا اديت الجزر نص سلقه الاول، عشان خاطر يبقى سوا من سوا البسله. البسله ما بتاخدش سوا كتير، فانا قلت هضيف البسله حد سلقه للجزر، عشان خاطر ما ياخدش سوا اكتر من البسله. تمام. بس كده اول ما تبتدي تغلي غلوتين كده، وتلاقي الصلصه بتاعتك بدات تتقل، طبعا انا بغلي ميه في الكاتل بتاعي، هزود لها ميه. تمام. هزود لها ميه كده، وبعد كده هقليها تقليبه، وهغطيها واسيبها تستوي براحتها خالص. انا طبعا عايزه اعمل رز، فحولت حطيت الطبيخ بتاعي في حله اكبر على العين اللي ورا ده، اللي انت شايفاها الحله اللي ورا دي الطبيخ، حطيته ورا في حله اكبر، واخدت الحله دي عشان هعمل فيها الرز. هنا حطيت معلقه سمنه. تمام. وشويه زيت، وهضيف نص كميه الرز اللي انا هنحمر النهارده رز حبه وحبه، بتبقى طعمه حلو جدا يا جماعه. انا بحمره، في ناس بتديله تشويحه كده بس بيبتدي يحمر اللون الذهبي الفاتح، لكن انا لا بصراحه، بخليه ياخد لون كويس، يعني بخليه ياخد اللون الذهبي الغامق شويه، بيبقى بصراحه طعمه احلى بكتير من اللي هو يبقى فاتح. خلاص. هبتدي اقلب كده بالراحه خالص. هنا بدي تقليبه كده للطبيخ وبشوف استوى ولا لا. لقيت ان هو عايز مثلا بتاع 10 دقايق، 5 دقايق تاني ولا حاجة، ولا 10 دقايق، وخلاص على كده هطفي عليه. حد بقى هفضل اقلب في الرز كده لغاية لما يبتدي يحمر معايا. اول ما هوريكم اللون اللي انا اهو ده اللون اللي انا عايزة اوصل له. اول ما اوصل للون ده اللي هو الذهبي الغامق شوية ده، بروح ضايفة كمية الرز التانية، وابتدي اقلبه كويس قوي. طبعا انا بغلي مية برضو في الكتل.
طبعا انا وانا بحمر الرز الاول خالص حطيت له ملح. تمام، الملح بيساعد على التحمير، اللي هو ما يبقاش ناحيه حمراء وناحيه لا، لكن بيساعد على التحمير الحبايه كلها. هنا بقى بعد ما قلبتها كويس قوي وشوحتهم كويس، رحت ضفت ميه مغليه على طول عليهم، وهظبط الميه بتاعتها، هظبط الملح كمان. كان هنا خلاص البسله بتاعتي اصلا يعتبر ان هي خلاص على وشك السوا، كانت استوت اصلا. فخلاص هيبقى فاضل معايا الرز، وهيبقى فاضل معايا حاجات بسيطه جدا هنعملها دلوقتي مع بعض، مش هتاخد اي وقت خالص معانا. عزومه سهله وعزومه خفيفه كده. بصراحه يعني انا دخلت يعني اخدت في الاكل ده ما كملتش ساعتين، وكنت مخلصه الاكل كله بسم الله ما شاء الله. وفي حاجات كمان سويتها قبل المغرب على طول، زي الرز، زي الملوخيه، زي لسان عصفور، فما اخدوش معايا وقت خالص. هنا كان الرز بتاعي غطيته لغايه لما غلي كده، وكان الطبيخ بتاعي خلاص استوى، حولته على العين التانية عشان خاطر عايزه العين دي اخدها للرز. هوطي النار وهنقل الرز ورا، عشان لسه هنعمل حاجات تانية مع بعض. تمام، هغطي على الرز بقى يستوي براحته خالص على ما نخلص. وكمان هتلاقوني حولته كمان قدام على العين اللي قدام اللي هي مش باينه دي. بس كده هنسيبه يستوي كده معانا الطبيخ ومعانا الرز. تمام، مستويين جدا. وكمان الفراخ بتستوي في الفرن، هوريها لكم في اخر الفيديو. بصراحه كان شكلها حلو. يلا نكمل الفيديو. النهارده بقى هنعمل المفروض كنت اعمل جلاش باللحمه، بس لقيت ايه الوقت خلاص، فقلت ان انا هعمل سمبوسك. السمبوسك دي احنا عايشينها لحمه وحاطينها في الفريزر من قبل رمضان، طلعت كميه حلوه كده، وقلت ايه هتبقى بديل الجلاش. ابتديت احمر في السمبوسه جنبي، وقلت هعمل لسان عصفور جنبي عن العين التانية. شويه زيت كده وشويه لسان عصفور على حسب الكميه اللي انت محتاجاها. هفضل اقلب في اللسان عصفور على طول عشان خاطر ما يتحرقش معايا. تمام، هفضل اقلب فيه كده عشان ما يتحرقش مني. خلاص كده. وطبعا السمبوسك من الحاجات اللي ما بتاخدش سوا كتير، ما بتاخدش قصدي تحمير كتير، فعلى طول حمرت معايا حتى من قبل ما اللسان عصفور يحمر. هنا خلاص قلبتها على الوش التاني، وابتديت اقلب كده. كان لسه لسان عصفور ما تضيفيش عليه الشوربه او الميه غير وهو ابيض، ابدا هيشرب معاكي الميه. خليه ياخد اللون الذهبي الحلو ده. تمام، بعد كده ضيفي عليه براحتك. لكن لو ضفت عليه وهو لسه ابيض لا، مش هينفع خالص، وهيشرب معاكي الشوربه او الميه، وهيبقى معجن كده ومش حلو، يعني مش حلو خالص خالص. هنا كان خلاص اخد اللون الذهبي الفاتح ده، ذهبي فاتح مش ذهبي غامق برضه. وضفت له ميه مغليه، قلت لكم ما عنديش شوربه النهارده فهتستخدم المرقه. ضفت ميه مغليه كده، مليت عليه الحله، وهضيف مكعب مرقه او مكعبين مرقه. ضفت مكعبين بصراحه مرقه، واحد مرقه خضار وواحد مرقه دجاج، بيخلي طعم شوربه لسان عصفور حلو قوي. وهسيبه يغلي على النار غلوتين كده وهطفي عليه. هنا بقى ضفت الدور التاني بتاع السمبوسك. تمام، هنا اللسان عصفور انا ما بخليهوش يستوي سوا كامل على النار، انا بسويه بسيبه يغلي غلوه كده او غلوتين بالكتير قوي، وبغطيه وبروح طافيه النار عليه. بسيبه ما بفتحش عليه لمده ممكن ربع ساعه نص ساعه. بفتح عليه بلاقيه بصي مستوي، والشوربه كمان مش شاربه يعني لسان عصفور مش شارب الشوربه ولا شارب الميه بتاعته. وهوريكم برضو لسان عصفور في اخر الفيديو. بسم الله ما شاء الله، الشوربه انا كنت لسه فاتحه دلوقتي الحله عليه معاكم. بصراحة كان الشوربة مش شاربها خالص، كان فيها شوربة وكان مستوي وكان جميل جدا. هنا خلصت غطيت لسان عصفور وطفيت عليه وسبته بقى. هنا خلصت كمان السمبوسك، او هخلص باقي الكمية، و هرجع لكم تاني بعد ما اخلص الكمية عشان خاطر وقت الفيديو. طبعا طولت عليكم في الفيديو ده معلش. هرجع لكم عشان نعمل مع بعض الملوخية بعد ما اخلص السمبوسك. هنا كان خلصت الاكل كله، فاضل معايا الملوخية. الملوخية بقى كان عندي شوربة في الفريزر، شوربة لحمة، فطلعتها وحطيت فيها معلقة من التوم كده صغيرة، بتدي طعم الملوخية حلو قوي. وكمان اديت لها رشة من السكر كده، جربوها رشة بس ما تزودوش عن رشة يعني، بتديها طعم حلو برضو. وهنا حطيت في الطاسة اللي ورا الصغنونة دي، حطيت معلقة سمنة بلدي، وكملتها معلقة صغيرة برضو سمنة عادية، وزودتهم شوية زيت. تمام، بيخلي طعم الطشه حلوه برضو. السمنه البلدي في الملوخيه حلوه قوي. وهنا ضفت كميه التوم
بتاع معلقتين كبار من الثوم، وهسيبهم بقى يحمروا على ما الشوربه بتاعتي تغلي. راح اضيف، هنعمل النهارده ان شاء الله ملوخيه ناشفه، بس هعملها لكم بطريقه حلوه جدا، بتحسوها ان هي خضره مش ناشفه. اللي هياكل منيها هيقولك دي ملوخيه خضره مش ملوخيه ناشفه خالص. هنا كان خلاص الشوربه بتاعتي ابتدت ان هي تغلي، فهوريكم بقى هعمل الخلطه ازاي بتاعه الملوخيه الناشفه اللي هي هتبقى خضره معايا. جبت شويه من الملوخيه ناشفه كده، مليت الطبق وابتديت ان انا احط عليها شويه من الشوربه، وقلبتهم جدا جدا لغايه ما بقت معايا زي العجينه، زي اكياس الملوخيه اللي انت بتشتريها من بره، بتبقى بنفس الشكل اللي انا هوريه لكم دلوقتي. تمام. هنا كان الشوربه خلاص غليت، شايفين الشكل ده؟ مش اهو عملتها زي كده عجينه لينه معايا. هنا ضفت بقى كميه الملوخيه كلها، وهقلبهم كويس قوي بالمضرب، هضربهم كويس قوي بالمضرب. وهنا كان التوم خلاص ابتدى ان هو ياخد اللون، رحت ضفت له معلقه كبيره كده او معلقه ونص كبار من الكزبره الناشفه المطحونه عشان ريحه الطشه طبعا. هنا بشوف القوام بتاع الملوخيه، لقيت القوام مظبوط جدا، ولا تقيل قوي ولا خفيف قوي. ورحت بقى جبت الطشه بتاعتي وتش بقى، والريحه كانت قلب البيت كله. اخر حاجه عملتها الملوخيه بصراحه عشان تفضل معايا سخنه. الملوخيه طبعا ما تغطيهاش على طول عشان ما تسقطش منك او ما تفصلش منك، بس بيها لغايه ما تهدى شويه كده، بعد كده غطيها براحتك خالص. تمام. هنا كده خلاص الاكل بتاعنا خلص. هوريكم بقى صينيه البطاطس، يلا بينا نشوف صينيه البطاطس العظمه دي. شايفين؟ بجد بجد كانت خطيرة. ممكن بقى تضيفي مع الخلطات دي بطاطس مكعبات، بجد هيبقى طعمها حكاية، طعمها حلو قوي قوي قوي. جربوا الطريقة دي وقولوا لي برضو رأيكم في التعليقات. ويعني بصراحة فراخ مشوية حلوة قوي. هنا كان الأكل بتاعنا، هنا الفراخ وهنا السمبوسك وهنا الملوخية اهي، والرز كان خلاص بيتشرب على النار اهو. وهنا اللسان عصفور زي قلت لكم اهو، مشربش الشوربه ولا اي حاجه. وهنا الطبيخ بتاعنا بتاع البسله. وبألف هنا وشفا، طبعا عاملين عصاير وعاملين البلح. وبألف هنا وشفا. جربوا جربوا كده طريقه الفراخ دي وقولوا رايكم في التعليقات في عزومتي الجميله دي. وهسيب لكم الفيديو بتاع الكنافه في الفيديو الجاي. اشوفكم في رعايه الله في فيديو جديد. كل سنه وحضراتكم طيبين.